بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم درسنا الأمثال. الأمثال كما مشهورة اللغة العربية في الأمثال، يعني في مثل، نحن أيضا نسميها مثل مثل الأمثال، يعني كلام قصيرة بس فيها معاني ثقيلة، أو نقول أكابرنا أقادمنا الأسلافنا قالوا هكذا كلام. هكذا عندنا مشهور هكذا كلام قصير ولها معاني كثير جدا. الذين يكلمون بأمثال، بكل شيء أمثال، هو في كلامه أثر، وهو عندنا بالمعاشرة في الحياة العامة، هو يكون عندنا يعني نفكرهم هذا فهيم، هذا عارف عارفان كل شيء، يعني في كلامهم أثر، ويأتي حلاوة الكلام بالأمثال. وهكذا يوجد أمثال في اللغة العربية كمان كثير جدا، بس عندنا أيضا يوجد. اليوم سأقدم لكم الدرس عن الأمثال إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول، أين دجاعب نبرتوي. أين دجاعب نبرتوي. أين يعني مرآي، المرأة. المرأة لن تخبي، لن تخبي عيب الإنسان. مثلا واحد يقول أنا كيف، الثاني يقول له ولا انظر إلى المرآة سترى نفسك. يعني مو قصده لاثنين، لن يكون قصده أنه كيف شكلي، يقول أنا كيف الإنسان، أنا كيف أعمالي، وهو يقول انظر إلى أعمالك سترى حالك. أين دجاعب نبتوي، يعني كيف المرآة أنت تنظر، توقف أمام المرآة كما أنت هكذا تنظر نفسك، يعني انظر إلى أعمالك. ألف، اتفاقنا غرونة تسدي. اتفاقتا غرونة تسدي، يعني للاتحاد. حتى الجبال ما لن يطيقوا الجبال حتى يوقفوا أمام الاتحاد. يعني الذين اتحدوا خمسة أخوة عندنا مشهورين، خمسة أخوة إذا اتحدوا يستطيعون يجاهدون، يستطيعون يتقابلون، يتسابقون قرية كاملة. قرية إذا اتحدوا للولاية كاملة، ولاية إذا اتحدت للوطن، للبلد كامل. اتفاق تا غرونا تسدي، يعني ما أمر الجبال أمام الاتفاق. جبال لا شيء أمام الاتفاق، أمام الاتحاد. بد وكرة بد وزغمة، يقول افعل شيء واستحمل وتحمل السوء. افعل السوء وتحمل السوء. لن يأمر بالسوء، بس يقول يعني كما أنت فعلت السوء الآن تحمل. كيف أنت مثلا تضر أحد والآن يعني ما تحب لنفسك حتى تتحمل الآن أي شيء يعني الضرر. هنا يعني فيها معنى في الباطن معناها يعني لا تعمل السوء لكي لن تتحمل، لكي لن ترى السوء. هكذا بد وكرة بد وزغمة، افعل السوء وتحمل السوء. يعني إذا تحسن تستطيع تتحمل السوء، افعل السوء. تأثير لمجلسوي، عندنا لا يوجد كل هكذا ألف باء تاء بالجيم. أنا قد أجمعتهم هكذا، قد تعذبت كثير جدا، بس هكذا أسهل وهكذا أحلى وأجمل. أنا جمعته هكذا بالألف وباء وتاء في كل بالأوائل أنا جمعته هكذا وقدمت لكم. تأثير لمجلسوي، يعني الإنسان يؤثر من مجالسه، كما يجلس هكذا ستراه، وهكذا سيكون أفعاله. تأثير لمجلسه، كيف الإنسان، انظر الإنسان بأي مجلس هذا يجلس، بأي مجلس هو دائما يكون يضل، هكذا يؤثر المجلس على حياته. ثواب هم وقتا أو خورما هم أخرى. ثواب هم وقتا، أو هكذا نقول هم خورما هم ثواب، هكذا نقول أيضا هم خورما
يعني ثواب هم وقتا أو خورما هم أخرى، أو هكذا نقول هم خورما أو هم ثواب. يعني كل التمرة أيضا وخذ أجر أيضا، كل التمرة وبنفس الوقت خذ أجر. ويعني واحد يقول أنت ماذا تعمل؟ في لها أنتم تعلمون العرب عندهم أمثال ليس لهم مثال أو معنى واحدة، بس واحدة بقى سأعطيكم لكي لا نطول بالدرس. يعني واحد يسأل عن صديقه، عن أخيه، عن أي واحد: ماذا تفعل؟ ماذا تصنع؟ ماذا عملك؟ عمل تجارتك. هو يقول مثلا أنا عملي هذا حلال، بس يعني أبيع هذا، أبيع فواكه أو أبيع الخضرة، أو أنا بقال ثمان عندي دكان. وواحد يقول أنا أبيع كتب الدينية. ببدل ما يقول له أنا الأول يقول أنا مثلا أنا تاجر هكذا، والأول يقول له أنا قلت لك أنا تاجر أو عندي بقال هكذا، الآن قل لي أنت ماذا تعمل. هو يقول له ببدل ما يشرح له عن شغله يقول له ثوابهم وقتا أو خرماهم أخرى. يقول له قصده أنا بعملي أحسن من عملك، يعني أنا أبيع كتب الدينية تجارة أيضا والأجر أيضا. يعني الشغلة فيها فائدة دينية والدنيا والأخروية. لهذا السبب هذا المثل نقول نحن جيب جاهلت دوزل سلام كوا، جاهلت دوزل سلام كوا. يعني للجاهل في كثير أسماء عندنا في اللغة البشتو من العربي، يعني يشبه عربي كثير جدا، مثلا اتفاق، جاهل، ثواب، تاثير، حاجت، كثير إن شاء الله سترون. جاهلت دوزل سلامك، للجاهل سلم مرتين. كيف مثلا نحن نقول بأي المجلس المسلمون لما يدخل يقول السلام عليكم، ولما يخرج كمان يقول السلام عليكم، بس ليس بنفس الوقت يخرج، يضل مثلا ساعة نص ساعة بعدين هكذا. والجاهل بس رأيت الجاهل دوزل، يعني فورا السلام عليكم، أول السلام أخوي المسلم، أفشوا السلام بينكم بالفعل هذا مثلا للمسلم، يكون لو جاهل يكون مسلم السلام عليكم. الثاني مرة مثلا يلا السلام عليكم، يلا أنا ذاهب تمام، أنت بالحق، لأن الجاهل لن يفهم، الجاهل دائما سيوقف على جهله. حاجت من دبني سبكوي، حاجت من دبني سبكوي. المحتاج في المعاشرة يعني حقير جدا، أكثر من جناح الدجاج أو من جناح الطيرة أو من شعر، يعني أحقر أو وزنه يعني أقل من شعر. لماذا؟ أنه لا يقول لما يكون واحد يكون محتاج هو ليس بيده، من الله، بس يقول حاول لن تكون حاجة، يعني حاول مثلا إذا تستطيع تضل تعيش اليوم ب5 ليرات، لا تدين 10، لأنه حاجة من ليس له عزة، ليس له شرف في المعاشرة. لو الحاجة لما يكون واحد محتاج من الله سبحانه وتعالى، بس الناس هكذا سبحان الله، الناس هكذا لن يحترمون للمحتاج. يعني حاول لا تجعل نفسك المحتاج للناس. خاموشي درضا على مدى، خاموشي درضا على مدى. كما قلت لكم في كثير أسماء، إن شاء الله يوم من الأيام سوف أقدم لكم بعض الدروس التشابه بين الكلمات والأسماء العربية والبشتو إن شاء الله. بس انظروا هذا أيضا رضا، عندنا أيضا رضا. خاموشي الساكت، السكوت علامة الرضا، السكوت علامة الرضا. عندنا مثل مشهور، الفلانة البنت سكتت ما قالت أني مالي موافقة، معناتها هي راضية
بهذا الشكل. لهذا يعني في كثير يعني كما قلت لكم في كثير أمثال ولهذا واحد مثل. ليس أني أنا أعطيكم المثال فقط هذا سيكون في كثير المثال. يعني خاموشي درضاء على مدى أي واحد يكون ساكت فكر كأنه اعتبره أنه راضي بهالشغلة، لأنه إذا ليس راضي فورا يقول أنا مالي موافق مالي موافقة هكذا. والثاني أيضا نفس الشيء، خاموشي لوي جوماندي، خاموشي السكوت ظن كبير، السكوت ظن كبير. كيف؟ مثلا في بعض الأحيان لن تسكت، لا تسكت. مثلا في بعض الأحيان واحد يقول هذا الفعل سيء فلان عامل، وأنت تسكت وما تحكي ما لن تصفي ولن تشرح ولن توضح للناس. هم لحال هم يفكرونك كأنك أنت عامل. نعم بالفعل أنت عامل، لأنك لن تحكي لن توضح لن تشرح. في بعض الأحيان لا تسكت، خاموشي له يقومان بعدين سوف يظنونك ظنا سيء. دا أجلنا مخكمري، دا أجلنا مخكمري. في بعض الناس سبحان الله الجبناء كثير. في بعض الناس يعني إذا تقول له سوف نفعل هذا الشيء هو يقول هو فيه خطر جدا وهو لا تذهب هناك سترى هيك وهكذا وهكذا. يعني الثاني يقول له ده أجلنا مخكمري، هذا ده أجلنا مخكمري، يموت قبل الأجل، يموت قبل الأجل، قبل ما يأتي وقت الموت. لك لا تموت من خوف، تعال نفعل هذا الشيء. إذا شفت رأيت شغلة فيها خطرة أنت تظن هيك فيها خطرة جدا لا تعملها. يعني ببدل ما يكلمه كل هذا التشريع والتوضيح يقول لا تذهبوا قبل ما تروا هكذا وهكذا، فقط هذا مثل يقول هذا يكفي له، هو لحاله يفهم. لو ليس له دارس، لو ليس بنفس الشخص الجبان دارس بس يفهم فورا، تقول له مثلا تقول للواحد اذهب أخي معي إلى اليونان من تركيا، سوف نذهب إلى اليونان الآن طريق جيدة، وثاني يقول لا هناك سوف يقتلونك وهناك في بحر فيها تمساح وهكذا وهكذا فيها موت، وأنت تقول له دا جلنا محكمري، دا جلنا محكمري، يموت قبل الأجل. الرني مغورا خوندي غورا، الرني مغورا خوندي غورا، يعني لا تنظر إلى لونه أو لونها، انظر إلى طعمها. لا تنظر إلى لونها، انظر إلى طعمها. لا تنظر إلى لونه، انظر إلى طعمه. يعني مثال هذا الأمثال الذي أعطيك هذا في الآن جاهز عندي كما قلت لكم في كثير أمثال. مثلا ترى واحد شخص أسود زنجي أو يعني كثير يعني أسود جدا، مثلا أفريقي، ربما هو كان يكون أحسن أو سوداني من أفريقيا من أي بلد، ربما يكون هو أتقى منا وأحسن منا بنظرة الله، أو نحن أو واحد يقول لك هذا هكذا انظر هذا من وين لماذا هيك أسود، ويحقره. أنت تقول له رنجي مغورا خاندي غورا، لا تنظر للونه خاندي غورا، يعني هو أتقى منك ويصلي هو أخلاقه هكذا. أو مثلا كتاب، واحد يأتي بك بكتاب يقول ما هذا الكتاب هذا ليس جميل، تقول له لو كتاب الشيء ليس للأكل بس أيضا تستطيع تقول رنجي مغورا خاندي غورا. لا تنظر إلى الكتاب لون الكتاب، انظر إلى طعمه. طعمه معناته خند يعني انظر إلى طعمه، انظر فيها ماذا فيه في داخله، يعني هو مفيد جدا. أو أكل أيضا، أكل غريب، واحد يأتيك أكل تقول له لا تنظر إلى لونه انظر إلى طعمه. والثاني رنجي غورا حالي مبختار، هناك كان يقول لا تنظر إلى لوني، الآن يقول انظر إلى لوني ولكن لا تسأل عن حاله. رنجي غورا حالي مبختار.
انظر إلى لونه لا تسأل عن حاله. هكذا مثلا أقول لك كيف حالك يا أحمد يا فلان، أنت تقول يا أخي الآن تقول لي كيف حالك يا أحمد يا فلان، أنا من يومين طلعت خرجت من المشفى. أقول لك يا أخي أنا لما أنظر إلى لونك ما شاء الله أنت لونك شكلك جميل، أنت شكلك ليس باين، مو مالك مبين أن أنت مريض، أنت في الغضب من زعل من كثرة الغضب تقول لي رنجي جورا حالي مبختار سيدنا. يعني تمام انظر للوني ولا تنظر لحالي، حال ما تسأل عن حالي وبس تنظر للوجه. يا لا هكذا ز أو ت راضي بالذات ز أو ت راضي سبا وكري خوار قاضي. أنا قلت لكم في الدرس القادم نحن لن نلفظ الضاد مثل العرب، نقول ز أو ت رازي مثل الزاء سبا وكري خوار قاضي، لكن نكتب ضاد. عندنا صعب جدا تلفظ الضاد إلا ما درس العربي إلا ما درس الشريعة. إذا أنا وأنت راضي ما مصلحته ما شغله ما فعله قاضي، ما حكمه قاضي لن يستطيع يعمل أي شيء إذا أنا وأنت راضي. ونفس المثل في اللغة الهندية أيضا يوجد، ميا بيوي راضي تو كيا كريغا قاضي، ميا بيوي راضي يا ميا بيوي راضي تو كيا كريغا قاضي. يعني إذا مرأة والرجل، يعني الرجل وامرأته راضيين بعض، قاضي لن يستطيع يعمل أي شيء. هذا مثل في هندي في باكستان أيضا مشهور جدا. بس ضاد العجم بنغلاديش هند أفغانستان باكستان هذول لن يستطيعون يلفظون مثل العرب، يقولون يلفظونه مثل الزاء. نقول هكذا ز أو ترازي سبا وكري خوار قازي هكذا. بس سين ساعد هغا ساعد كتير شو، ساعد هغا ساعد كتير شو، نلفظها هكذا. كاتب مثل العربي سين ألف عين تاء ساعد، لكن هكذا نحن نقول البشتون سات عين لا نقول هنا سات هغا سات كتير شو. كان يا مكان ألا يرحم هالأيام، نقول ألا يرحم هالأيام. هكذا السوريين كثير هكذا يقولون ألا يرحم هالأيام، يعني ألا يرحم هذول الأيام، يعني يقول ما أحلى أيام كانت. مثلا تقول كيف أوقاتك يا حبيبي يا صديقي، تقول له ببدل ما تكلمه نصف ساعة قل له هنا لا نلفظ عين ساكت، هنا نقول سات هغا سات كتير شو. الوقت وقت كان الذي ذهب، أو نقول كان يا مكان ألا يرحم هالأيام. شرع ظاهر قوري يعني شرع ينظر إلى الظاهر. مثلا تنظر أحد يفعل شيء سيء وبيده شيء فعل سيء وأنت تقول ماذا تعمل؟ يقول لك لا أنا في قلبي ليس هكذا، فورا يقول لك حديث إنما الأعمال بالنيات، أنا تمام أنا أسمع الأغاني أو أفعل هذا فعل سيء بس نيتي ليست هكذا. كما سوري يقول نيتي مو هيك، الثاني يقول له لا نيتك عاطلة. أنت قل له شرع ظاهر قوري يعني الشريعة ينظر إلى الظاهر، أنا أراك هذا فعل ليس جيد. والثاني مثل شرعك تشرمده يعني ليس فيه عيب بالشريعة. يعني مثلا تقول لامرأتك انه البس، او لاختك
البس اللبس الثياب عريضة وكبيرة جميلة يعني مثل الحجاب، أو البس حجاب جميل يعني الموافق المناسب للشريعة. هي تقول لك لا، أصدقائي والأقرباء سيضحكون علي، هذه المدينة نحن نعيش في اسطنبول، هذه ليست سعودية أو سوريا أو فلسطين وهكذا. تقول لها شراكة تشارم به. أو مثلا تقول لواحد صديقك إذا ما لا يوجد عندك شغل عمل، لا تشحد، لا تسأل الناس، اعمل حتى بيع المساويك أو عطر أو شغلة صغيرة، بس لا تشحد، لا تسأل الناس، حرام. هو يقول لك لا هذا فعل، لا هو ما فيها ربح وأنا أخجل أمام الناس، سوف أجلس وأبيع هذا الشغلة الصغيرة وليس فيها ربح كثير أيضا. تقول له شراكة شرم دي ما في عيب بالشريعة، ما في هي شيء عيب. صابر سر خدي مالدي، صابر سر خدي مالدي، يعني مع الصابر ألا والله مع الصابرين، هذا معناها والله مع الصابرين. خدي بالبشتو بالكردي وبالفارسي يقولون أحيانا لا الله. صبر تريخده خميوي خواجدا، صبر تريخده خميوي خواجدا، يعني الصبر مر لكن ثمرها طيبة جدا. ضاد زامن جواب وركون كده، كما قلت لكم الضاد ما نلفظون مثل العرب، نقول مثل الزا. زامن جواب وركون كده، الضامن سوف يجيب، سوف يكون مسؤول. الضامن مثلا تقول للأحد يا أخي هذا أنت تركته هنا، انظر هذا الكرسي أنت تركته هنا، وانظر الناس أي واحد الأولاد الأطفال يلعبون بها وكسروك. تقول الضامن جواب وركون كذا، أنا الذي أعطيته هو سوف يكون مسؤول، هو سوف يجاوبني، ما لي دخل، ليس لي دخل أن أمنع هذول الأطفال، لأنهم لا يعرفونني أنهم أنا هذا إلي. أو شي فعل تمد اللاخد ندبندا، تما الطمع عندنا أيضا تمد اللاخد ندبندا، يعني كن طماع من الله وليس من عباده. هذا مثلا تقول يا أخي أنت لماذا أقاربك لرفيقك، تقول لأقاربك عندهم مصاري جدا، لماذا لن تساعد منهم، لن تأخذ منهم المساعدة، لا تضيق منهم أو شيء، أو لكي يساعدونك في عملك أو في، تقول له طبعا لا أخذ ندبا دا، أنا لا أحب أكون طماع من غير من الله. تما مكوا منا هم مكوا، تما مكوا منا هم مكوا، يعني تمام. هذا ثاني مثل، لا تكون طماع لكن لا تكون مناع أيضا، لا تكون طماع ولا تكون مناع. يعني أنت يعني ما يعني أنك تقول إيه تمام الحمد لله أنا لا مالي طماع، لست بطماع لأي شخص، بس لا أحب لا أحد يجي يا شباب يا جماعة، لا أحد يجي يسأل مني يريد يطلب مني مساعدة أو خدمة، أو لا أطلب من أحد، يعني لا أحد يجي لعندي ولا أجي لعند حدا، لا هكذا أيضا لا يجوز، لا ينبغي. تمام، لا تكون طماع بس لا تكون بنفس الوقت مناع أيضا، يعني اعطي للناس خدماتك، أفعالك، أعمالك، صدقاتك، تمام، هذا الشغل فعل جيد، لا تكون طماع بس لا تكون بنفس الوقت مناع أيضا.
تما مكوا مانا هم مكوا ظالم में हम वही और हम में जड़ाता न प्रीक दी जालिम में हम वही और हम में जड़ाता न प्रीक दी امبارح سألت من صديقي واحد أفغاني قلت له لماذا أخي انظر أنت هنا في تركيا لك سنة ونصف لماذا لن تذهب إلى اليونان ولن حصلت بهوية أيضا بكمليك هنا يقولون يسمون للهوية في التركي كمليك فورا رآني رجله كان مجروحة وقال لي هذا مطر ظالمني هم وهي أو هم جارات نفردي الظالم لا يتركني الظالم يضربني أيضا ولا يتركني أبكي الظالم يعني يضربني ولا يتركني ولا يسامح لي أن أبكي أيضا بنفس الوقت يعني قصده كان أنه تركيا لا يعطيني كمليك أنه عائلتي ما ليست معي هنا في تركيا ولا يخليني أن أدخل إلى أوروبا قال لي ذهبت إلى اليونان لما رجعوني من اليونان البوليس التركية ضربوني انظر إلى رجلي مجروحة والله مثل جيد وأنا في نفس الوقت حزنت عليه جدا عين عجزي ده الله رحمته عجزي العجز رحمة من الله العجز مثلا واحد يكون عاجز في بعض الناس يفكرونه جبان لا هو بنفس الوقت تقول له لا العجز من رحمة من الله هو ليس بجبان بس هو عاجز هكذا وبنفس الوقت تقول هذا ثاني مثل أيضا عاجزي غيرت العجز غير نخوة غرق الوردة بسري لاردا غرق الوردة بسري لاردا واحد يظلمك ظالم وياخذ منك مالك ويحقرك ويضرك ويقول لك كمان في نفس الوقت أنت لن تستطيع تعمل لي أي شيء لأنك هذا ليس بلدك وأنت ليس بقوية نفسية جسما أيضا ولا مالا ولا أي شيء افعل كما تريد كما تشاء أنت تقول له هذا مثل غرق الورد بسري لاردا يعني كيف الجبال ما أطول وما أكبر الجبال لكن برأسه فوق طريق يعني كثير كيف الجبال طويل بس بنفس الوقت أيضا يوجد طريق فوق الجبال تستطيع تذهب تمشي على الجبال يعني إن شاء الله كيف أنت تكون ظالم وقوي ومغرور بس إن شاء الله يوم من الأيام أنا سوف أحاسبك بهذا الفعل الذي فعلتني معي فلانه خو سړی سیند ته تږی وړي او تږی راوړي یا فلانه خو سړی سیند ته تږی بوزي او تږی راولي الفلان ولا فلان لا تذهب أو لا تمشي تقول لك أنا مثلا أبوك يسألك أنت مع مين تمشي مع مين ذهبت مع من تقول له أنا ذهبت مع فلان أبوك يقول لك أو فلان سيأخذك إلى النهر عاطش ويرجعك ويعودك عاطش يعني هو بخيل جدا هو يعني أنت تتمنى منه هكذا هو بنفس الوقت هذا للبخيل أيضا ولواحد ذكي جدا أيضا إذا واحد يكون ذكي بس لنفسه فقط لنفسه ذكي في البخل في هكذا أشياء في أمور الدنيا تقول لا ناخذ سنة 6 تجي بوزي وتجي راولي أو مثلا في نفس الوقت تفكر واحد شخص أنه هذا إنه عاجز وهو درويش جدا تقول له هذا سوف يأخذك إلى النهر عاطش ويرجعك عاطش تقول فلانة يعني فلانة سړی سند النهر تجي وړي أو تجي راولي تجي يعني عاطش قاف فلانة واحد يوجد أيضا فلانة خو پټ لال دي بيروكي هذا ثاني فلانة خو پټ لال دي بيروكي الفلان
فلان هو جوهر في الرماد، جوهر خفي في الرماد. هو لا تفكروا هكذا. قاف. قبر تنگ دے، قبر تنگ دے د مړي ناکام دے. قبر تنگ دے د مړي ناکام دے. مثلا تسأل من واحد لماذا أخي في بلدك يوجد حرب ولا يوجد عمل وأنت من 20 سنة أنا أراك أنت هناك. أو مثلا لماذا أنت في تركيا ولن تطلع، لن تخرج من تركيا؟ هو يقول لك في أي شيء، مثلا لماذا أنت تفعل هذه التجارة؟ لماذا لن تصنع الثاني شيء؟ يا أخي لماذا أنت تمشي مع هذا الشخص؟ لماذا لن تمشي مع ثاني شخص؟ لماذا أنت تدرس هنا ولن تدرس هناك؟ لماذا أنت تأكل هذا ولن تأكل هنا؟ لماذا أنت لا تأكل سكر؟ كل سكر واحد. لماذا لماذا ولماذا ولماذا؟ فكثير. هو يقول لك جواب واحد فقط: قبر تنگ دمرنا كامل. تمام، القبر ضيق بس الميت مجبور. ماذا سوف يفعل؟ مجبور، هو لن يستطيع يخرج من القبر، هو مجبور يعيش في القبر ليوم القيامة، هو مجبور يظل في القبر ليوم القيامة، هو مجبور يأكل. مثلا واحد يكون السكر معه مرض سكر لن يأكل سكر، تقول لماذا لن تأكل سكر؟ يقول لك قبر تنگ دمرنا كامل. هكذا. الكاف نسيناه. قاف كاف. قاف. تمام. قاف كاف نون بعدين كاف. كاف كور غटा دلاور غटा. كور غटा دلاور غटा. هنا لاهور يعني، أو أيضا نقول دكور غटा، نضع هنا دال. كور غटा دلاور غटा يعني الربح، ربح تجارة البيت، تجارة ضيعتك، تجارة قريتك، تجارة ولايتك، تجارة بلدك، شغل عمل بلدك، عمل إنجلترا، عمل بريطانيا. يعني لا تذهب إلى أوروبا، اتعب حالك هنا اعمل إن شاء الله نفس الربح، نفس التجارة، نفس المصاري الله سوف يعطيك هنا إن شاء الله. لاهور مدينة كبيرة في باكستان، قريبة عندنا جدا. ميم نون واو ها يا. ضل 6 حروف أيضا إن شاء الله في الدرس القادم سوف أكملهم. وفي عندنا أمثال بالآلاف، بالألوف، آلاف يعني كثير جدا. بس لكي نكمل هكذا بالترتيب، مثلا ألف باء تاء هكذا وصلنا إلى الكاف. بعد الكاف إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. أتمنى أنكم استفدتم وتأخذ منه إن شاء الله علم مفيد جدا. وإن شاء الله قد رأيتم هنا الحروف والأسماء الذين يشبهون اللغة البشتو إن شاء الله. وفي الدرس القادم يمكن أو بعده سوف أقدم لكم درس أو درسان عن اللغات، عن الحروف وعن الكلمات والأسماء الذي يشبه اللغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.